يا مساء السعادة، تعالوا بينا يلا نعمل صينية الفراخ المشوية اللي قدامكم دي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ده ولا تقوليش مشوية على الفحم؟ ايه الجمال ده؟ بصوا بقى بينا، تعالوا يلا نبدأ بينا الخطوات. اول حاجه هنعمل ايه؟ انا هنا مجهزه لكم الفراخ وبشرة البصل. دلوقتي الفراخ انا نقعاها كويس قوي في محلول النقع، فيه ميه وملح وخل وليمون، وسبتهم حوالي ساعتين. لو انت عايزه تسيبيهم ازيد من كده براحتك، مفيش اي مشكله. تمام. بعد كده هنعمل ايه يا بنات؟ هنغرزها بالسكينه كويس جدا. علشان ايه؟ علشان التتبيله والخلطه بتاعتنا تدخل جواها، والبهارات تبقى متشربه وتبقى جوسي كده، ومعاكي ايه؟ طرية وجميلة. انا هنا اهو زي ما انتوا شايفين غرستها كلها، وكنت بشرق البصل جاهز، والبهارات بتاعتي مجهزاها والصلصة. تمام. هنزل اول حاجة يا بنات، هننزل بايه؟ هننزل بالبصل المبشور، سواء انت عاملاه في الكبة او بشراه بالمبشرة الصغيرة، براحتك، المهم يكون مبشور ناعم. وبعد كده هنزل بالصلصة. الصلصة هنا معايا معلقتين من الصلصة دي انا عاملاها جاهزة في البيت، مش شارياها من بره. تمام. بعد كده بعد ما نزلنا بالصلصة هنجيب ايه بقى؟ هنجيب البهارات بتاعتنا. البهارات بتاعتنا عبارة عن ملح، فلفل، كمون، توم باودر، بصل باودر، زعتر كمان، علشان الزعتر مع الفراخ المشوية بيبقى كويس جدا. ماشي. والملح طبعا بتاعنا. وطبعا الصلصة كان فيها معلقتين زيت، فمش هنحتاج زيت تاني. وهنقلبهم كويس جدا مع بعض يا بنات، علشان التتبيلة بتاعتنا تدخل جوه الفراخ. ماشي. هنا كنت انا لسه بحط الملح. بعد كده هنخلطهم مع بعض كويس جدا ونقلبهم قوي. ماشي. بعد كده انا هكون مجهزة معانا الطاجن بايركس، هحطهم فيها. الفراخ هنا انا بغرس فيها زي ما انتم شايفين كده البهارات بتاعتنا والتوابل بتاعتنا، بغرزها وبسيبها. حابين تسيبوا الفراخ تتبل، وطبعا ده هيكون افضل بكتير من ان انتوا تحطوها على طول. بتسيبوها ليلة كاملة براحتكم، بساعتين براحتكم، عايزين برضو تشووها على طول براحتكم. المهم ان هي تتبل معانا كويس وتبقى تكون متغلفة، والتتبيلة بتاعتنا دخلت جواها كويس جدا. هنا هكون جايبه الطاجن اهو البايركس. الطاجن البايركس حاطه فيه فلفل الوان وبصل وحلقات من الطماطم، ورش عليهم ملح وفلفل. بنرص الفراخ بتاعتنا جواها. وعارفين انا بسيبها كمان لما يعني مثلا عندي شغل ومتاخره وعارفه ان انا ارجع متاخره، بروح لفاها بورق الفويل وحطاها في الفريزر او في التلاجة. بسيبها تتبل عشان تبقى سهله عليا لاستخدامها. وبنرصها هنا وبنسيبها شوية. وبعد كده بنسقسقلها شوية مية براحتكم، هتنزل هي ميتها برضو. وبعد كده ندخلها. طبعا شوية الخلطة دول احنا عمرنا ما هنرميهم، يعني لازم يتحطوا على وشها كده عشان تبقى ايه؟ جميلة وعسولة كده زيكم. اهم حاجة ما تنسونيش باللايك والشير يا بنات بالله عليكم. ماشي. هنا اهو غرزناهم ورصيناها رصة حلوة قوي. وادي كده الشكل، شايفين شكلها عامل ازاي؟ ده جماله وجماله. زي بالظبط لما بتكوني ايه حطاها كده، هتشويها على الفحم.